هل تعلم لماذا التوت الأزرق هو نجم الأطعمة الصحية؟ ببساطة لأنه مليء بمضادات الأكسدة، أبطال خارقون حقيقيون يحمون خلاياك من التلف. بس إيه هي مضادات الأكسدة دي؟ تخيل جسمك كمدينة، ومضادات الأكسدة هي قوات الشرطة اللي بتحارب الخلايا الضارة اللي هم المجرمين اللي بتسبب الفوضى والدمار. الجذور الحرة دي بتنتج بسبب التلوث، التدخين وعملية الأيض الطبيعية في الجسم. لما تتراكم بتسبب أمراض كتير زي الشيخوخة المبكرة والسرطان. أمثلة على مضادات الأكسدة: فيتامين سي اللي بتلاقيه في البرتقال والليمون، وفيتامين إي اللي موجود في اللوز والسبانخ، وبيتا كاروتين لونه البرتقالي الزاهي في الجزر والبطاطا الحلوة. ليه مضادات الأكسدة مهمة؟ لأن هي بتساعد على تعزيز المناعة، وبتساعد جسمك في مقاومة الأمراض، وبتقلل الالتهابات اللي بتسبب آلام المفاصل وغيرها، وبتحسن صحة الجلد، وبتحمي بشرتك من التجاعيد والضرر. طيب ايه هي اكتر الأطعمة اللي موجود فيها مضادات الأكسدة؟ كل ما كانت ألوان الفواكه والخضروات أكثر تنوع، كلما حصلت على مجموعة أكبر من مضادات الأكسدة. عندك المكسرات برضو والبذور غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والشاي الأخضر مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة. يا ترى أي فاكهة أو خضار بغني بالمضادات الأكسدة أنت بتحبه؟ يا ريت تشاركنا في التعليقات. ورجاء لو حاسس ان انت استفدت او معلوماتنا مفيدة، تدعمنا بزر اللايك وتشترك في القناة. شكرا.